طول جريد 6 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكون اخر مراجعه فاينل ريفيجن عن المنهج بتاعنا. زي ما احنا متعودين المراجعه بتاعتنا هتكون متقسمه لجزئين: المين بوينتس، واحنا شرحناها في المراجعتين، مراجعه شهر 3 و4، الامتحانات بتاعت الشهر، وهتلاقيها على الصفحه، خش راجع عليها. تلاقي في الاول مين بوينتس، كده قلناها قبل كده، الديفينيشن المهمه، وبعد كده نلاقي فيه الكومباريزون واليوزز، الحاجات دي مهمه. وبعد كده هنلاقي المين بوينت، بعد الكومباريزون هنلاقي شويه مين بوينت نكون بنقراهم كويس. وبعد كده الاسئله بتاعتنا لازم نكون بنذاكر المين بوينت والديفينيشن، مين بوينتس والديفينيشن والحاجات دي. انا مش هشرحها دلوقتي، انا شرحتها قبل كده عشان وقت الفيديو ما يكونش كبير. لو انت عايز المذكره هتكون بتكلمني على الرقم بتاعي، هتبعت لي على الواتساب، هبعت لك المذكره عشان تكون بتذاكر المين بوينتس والباقي اللي فوق، اذا كان الديفينيشن او الكومباريزون. طب يا مستر احنا في المراجعه هنعمل ايه؟ هنكون بنحل الاسئله المهمه بتاعت السنين اللي فاتت، وبرده الاسئله اللي كانت موجوده في التقييمات، بعض الاسئله اللي كانت موجوده في التقييمات. فتعالوا نكون بنبدا في حل الاسئله، والحاجات دي لازم تقروها وتذاكروها كويس، وهتلاقوها في الشرح بتاع شهور بتاعت المراجعات بتاعت الشهور اللي فاتت. نبدأ الأسئلة بتاعتنا. نبدأ أول حاجة اللي تشوز. اهدى كده وما تقلقش، أنا زي ما قلت لكم الامتحانات هتبقى فيها كتابة كتير، امتحان حوالي يبقى 20 سؤال، 16 سؤال هتفضل تكتب فيه مقالي، وأربع أسئلة بس هو الموضوعين اللي هي الأسئلة الموضوعية. فعشان كده لازم تذاكر كويس، تمسك ورقة وقلم تقعد تحفظ وتذاكر عشان تكون بتقفل إن شاء الله. نبدأ في اللي تشوز. An area between building contain grasses, insects and weeds يا مستر. طبعا السمول ايكو سيستم، يبقى الاريا اللي فيها grasses يا مستر، اللي between البيلدينج اللي فيها grasses ده السمول ايكو سيستم. Wind is formed when نقط rises and replaced by نقط that flows from nearby area. مستر مين اللي بتطلع لفوق يا مستر؟ طبعا ويند يعني ايه؟ فهتبقى هوت اير وكولد اير، هوت اير او وورم اير وكولد اير. السؤال اللي بعده، الفلودز may occur as a result. امتى بيحصل فيضانات يا مستر؟ لما يكون في مطره شديده او يحصل فجاه السنو يحصل له ميلتنج. السؤال اللي بعده، is from the invasive species that are found في السي يا مستر او الريد سي. طبعا هو اللاين فيش. in the node region that rate of the evaporation would be the smallest. اقل منطقه فيها evaporation طبعا احنا كان في الكتاب عندنا المودريت والهوتست والكولست يا مستر، كان اقل واحده فيهم اللي هي الكولست، لكن الاجابه هتبقى بولر. ليه يا مستر؟ عشان في البولر ريجن يا مستر بتبقى اسقع جديد من مصر من كولست اريا، عشان كده الايفابوريشن فيها بيبقى قليل، فالاجابه هتبقى بولر اريا. الدنسيتي اوف كولد اير از نوت ذات اوف هوت هيوميد اير. طبعا الدنسيتي بتاعت الكولد اير بتبقى اكبر بكتير، عشان كده بيحصل لها فول داون. all the following are from the biotic اللي هو الليفنج اورجانيزمز except، مع ده ايه بقى مش ليفنج اورجانيزمز طبعا، except السويل. الدرجة غسال يا مستر بتعيش فين يا مستر؟ في الديزرت او سيمي ديزرت، لكن هنا الاجابه هتبقى ديزرت. الجين يا مستر عباره عن تاين ستراكشر، بيبقى موجود فين؟ طبعا موجود في السيل نيوكليوس. نمبر 10، the increases in the amount of rain، كميه المطره زادت فده هيسبب لي طبعا فيضانات يا مستر فلودنج. طبعا لو قلت هيسبب لي drought. the soil provides the plant with all following. السويل بيدي البلانت كل ده، ما عدا يا مستر طبعا مش بيديله السان لايت، لكن السويل بيديله ووتر، بيديله اير، بيديله نيوترينتس، وكل ده هتلاقوه في المين بوينت اللي فوق. مهمه جدا عشان الاسئله المنشن او الرايت، الحاجات اللي بتكتب فيها كل ده هتلاقيه في المذكره. ابعت على الرقم عشان ابعت لك المذكره. هيت ترانسفير فروم نوت اوبجكت تو نوت اوبجكت. طبعا الهيت بتتحرك من الهوت اوبجكت للكولد اوبجكت.
The weather of the area near the equator اللي قريبة من الاكواتور بتبقى حر جدا يا مستر، فبتبقى hot and humid. All the following area biotic except طبعا air، عشان قلنا البيوتيك اللي هو living organisms، except مين يا مستر؟ طبعا الاير اللي هو abiotic. Transpiration process in green plant produce بينتج قد ايه يا مستر من الووتر فيبور الموجود في الاير؟ طبعا 10%. الحاجات المهمه جدا. السويل بروفايد لسه قايلينها طبعا except السانلايت. البويزون دارد فروج بتعيش فين يا مستر؟ البويزون دارد فروج طبعا بتعيش في التروبيكال رين فورست. The evaporation of water from plant leaves is طبعا العمليه دي بنسميها الترانسبيريشن، ان الاكزيس ووتر بيطلع من البلانت من خلال الاستوماتا، دي بنسميها ترانسبيريشن. The amount of water vapor in air مهم جدا جدا جدا. كميه الووتر فيبور الموجوده في الاير دي يا مستر بنسميها humidity اللي هي الرطوبه. بعد كده due to the very little rain which precipitate in some area on earth large area of A are found. طبعا الديزرت يا مستر بيبقى فيها بسبب كميه الميه او النطره القليله، ده بتبقى الديزرت. all the following are inherited trait in human ما عدا ايه يا مستر؟ ما عدا الفيل كولر عشان ده بيبقى موجود في الانيمال، ده inherited trait في الانيمال. all the following are considered as the main process in transferring water. كانوا ثلاث حاجات يا مستر اللي هو evaporation condensation precipitation، دولت اهم ثلاثه بروسيس except الكوليكشن، عشان الكوليكشن والران اوف دولت عباره عن ستيبس، لكن دولت الثلاثه الاساسيين، ثلاث عمليات اساسيه. at the top of mountain السطح بتاع الجبل، القمه بتاعت الجبل، البريشر يا مستر بيبقى لو، البريشر بيبقى لو، والتمبريتشر برضه بتبقى لو، يبقى لور. تلاقي في البوينت اللي فوق يا مستر مقارنه بين التوب ماونتن يعني قمه الجبل والسفح بتاع الجبل. كل ما بنطلع لفوق يا مستر البريشر والتمبريتشر والدنسيتي بيقلوا، يعني فوق الحاجه لو وتحت الحاجه بتبقى هاي، وهتلاقوا فوق من ضمن الكومباريزون والمقارنات. over population leads to the decrease in all the following except طبعا except habitat destruction. طبعا تعداد السكان الكتير ده بيقلل من الفود، بيقلل من الووتر، بيقلل من الشلتر، لكن ما بيأثرش في يعني ده مش بيقلل من الهابيتات ديستراكشن، ده بالعكس ده ممكن يزوده. A rain shadow in an area أسئلة مهمة is formed behind rain shadow يا مستر بتبقى behind الماونتن. وبكده نكون خلصنا اللي تشوز. نخش على الترو فولس. الووتر flow through sand soil faster than الكلي طبعا ترو يا مستر، عشان ترو عشان الساند سويل البارتيكلز بتاعته بيبقى في بينها سبيسز كبيره، عشان كده الميه بتتحرك فيه بسرعه. الايكو سيستم contains biotic and abiotic طبعا true. when the air is cooled it rise up طبعا false يا مستر بيبقى fall down. water flow through sand soil faster than in clay soil طبعا لسه حالين شبهها true. الساند سويل is cooled down slower than الووتر، لا طبعا العكس faster than الووتر. from the factors طبعا هنلاقي الجملتين بتاع الساند لما بيبرد او بيسخن اسرع الووتر اللي هي فوق. متنساش ان انت تذاكر المين بوينت اللي فوق والكومباريزون والديفينيشن، انا عمال اقول اهو. from the factor that determines the wind direction is the rotation of the sun طبعا فولس، الروتيشن بتاعت الارث مش الصن. كان في واحده تاني طبعا كميه السولار انرجي اللي بتستقبلها الارض. الامبرور بنجوين هاد اند افريكان بنجوين live in the same homeland طبعا فولس، كل واحد بيعيش في بيئه معينه. when the warm air flow away from its place to another one it will cool and move down طبعا هيبرد، ولما يبرد الدنسيتي هتزيد فهيتحرك لتحت. sandstorm decrease the visibility during the driving car طبعا ده بيقلل الرؤية وانت بتسوق العربية، طبعا كمية الرمل او sandstorms. all living organisms depend on soil
to get their needs. طبعا اكيد بنعتمد على السويل، كل اللي اذا كان هيومن او الين بلانت بيعتمد على السويل عشان ياخد النيدز بتاعته. when hand is placed over a lighted candle it feels hot. ده صح لغايه هنا، بس because the hot air has high density طبعا false. طب يبقى عندها low density بتموف up. The acacia tree and the palm are adapted to live in desert environment. طبعا الاثنين بيعيشوا في الديزرت. True. الجين carry inherited trait from parent to their offspring. طبعا الجين هو اللي بيحمل الصفات الوراثية من الأب للأبناء. Number 14 the weather of the area near equator يا مستر بيبقى cold. طبعا false بيبقى hot. There is no sphinx cat has long hair like Persian cat. طبعا Persian cat هي اللي عندها hair كتير، لكن sphinx cat ما عندهاش hair زي البيرمان cat. Sandstorm blew up from dry area such as sea and ocean. أكيد غلط، يعني زي الديزرت المفروض sea and ocean دي تشيل ونكتب زي desert such as desert. Particles of air which have high temperature and low density sink down. أكيد طبعا false. particle اللي عندها high temperature بيحصل لها لود، يعني الدنسيتي بتاعتها صغيرة بس بيحصل لها rise up ترفع لفوق. when the sun rays full perpendicular give high effect of heat. طبعا صح، لما الصن تنزل perpendicular على منطقة معينة طبعا ساعتها الحرارة بتزيد قوي. البيوتيك فاكتور on an ecosystem بينكلود الصن. طبعا غلط، ده الابيوتيك فاكتور. اللي بعده the size of sand soil particles smaller. من غير ما اكمل طبعا الساند اكبر من الكلي والسلت مش اصغر. the properties of the atmosphere at the top mountain and at its bottom are similar. طبعا قلت لكم الاثنين طبعا مختلفين مش شبه بعض، فوق كله بيبقى low وتحت كله بيبقى high. يعني البروبرتيز بتاعت الاتموسفير. hottest region are region in which the evaporation process is the greatest. طبعا true. direction of wind دي بتحدد لنا is determined by the amount of solar radiation received by earth. قلت لك صح. وكمان الروتيشن بتاعت الارث مش السن، قلناها فوق في الترو فولس برضو. most of animal which live in arctic environment have dark and thin fur. طبعا لا، بيبقى thick fur وطبعا بيبقى white. run off ده الستيب، عبارة عن step in which rain water fall on earth surface collected. لا collected يبقى هي الكوليكشن مش run off. from the factors that determine the wind direction is the rotation of the sun. قلنا قبل كده فوق غلط، طبعا الروتيشن بتاع الارث. الجروث اوف بلانت toward light in an example of behavior. طبعا صح وركزوا فيها، لما البلانت ينمو ناحيه اللايت ده behavioral adaptation مش structural. cleaning up water from pollution is more effective than preventing it. طبعا غلط، الاحسن ان انا امنع تلوث الووتر، ده بيبقى احسن من ان انا الوث الووتر وبعد كده انضفها. right scientific term. the force which cause moving down of water from higher place to lower place on earth. الفورس اللي بتخلي الاشياء moving down of water from higher place to lower place طبعا الجرافيتي. the loose layer that cover the earth surface ده طبعا الديفينيشن بتاع السويل. يبقى اول واحده جرافيتي، الثانيه سويل. it is a change in the body structure. بيحصل change في البادي structure of living organisms that help them to survive. ده structure adaptation. طبعا ما بكتبش عشان بس الوقت، وهتلاقي كل الاجابات موجوده في اخر المذكره. يبقى نمبر 3 structural adaptation. living organisms help in recycling nutrients. بتعيد تاني nutrients يا مستر من الاجسام الميته للسويل. طبعا الديكومبوزرز من الحاجات المهمه، ودي من الحاجات الفانكشن بتاعت الديكومبوزرز. it is a step in which rainwater falling on earth collected
بما ان الميه بتتجمع يبقى الستيب بنسميها collection. The scientist who studied Earth's atmosphere and forecast the weather. الساينتست دولت اللي بيدرسوا يا مستر تنبؤ بالطقس بنسميهم ايه يا مستر؟ meteorologist. meteorologist. يبقى نمبر 6 meteorologist. ستيب بقى فيها الووتر بيحصل لها فلو. اول ما تشوف كلمه ان الووتر بيحصل لها فلو ده طبعا الرن اوف. An important stop over in Egypt for migratory bird. من غير ما اكمل طبعا الريد سي. بعد كده نمبر 9 it is the change in behaviors or acts. لما بيتغير البيهيفيرال اكتس بتاعت الليفنج اورجانيزم ده بنسميها behavioral adaptation. The process which the breakdown. اول ما تشوف كلمه process بيحصل لها breakdown ده طبعا الويذرنج. The distance between the particles of soil. المسافات اللي بين البارتيكلز في السويل بنسميها pore spaces. They are responsible for determining the body feature and present in the cell nucleus. وبتبقى موجوده في السيل نيوكليوس. طبعا الجين خدناه في التشوز فوق. The process which break down rock قلناها قبل كده اللي هي الويذرنج. It's formed from millions of tiny water droplets. بيتكون من ملايين الووتر droplets which are condensed from the water vapor in the sky. طبعا الكلاود يبقى 14 cloud. It is the natural phenomenon that occurs when the level of water بيحصل لها increase. طبعا الناتشرال phenomenon اللي هي الفيضانات اللي هي الفلودنج. It is the process which the help in formation of cloud in the sky. البروسيس اللي بتساعد في تكوين الكلاودز طبعا هي الكوندنسيشن. اللي بعديها a community of biotic and abiotic. حاجه فيها بيوتيك وابيوتيك. طبعا الايكو سيستم. The loose and thin layer. طبعا السويل قلناها قبل كده. The main source of energy that affect the water cycle وكان بيجي في التقييمات هو الصن. المين source of energy 19 صن. 20 it is the change in the behavioral. قلناها قبل كده حصل change في البيهيفير او الاكتس ده behavioral adaptation. They are the building unit of rock. من الاسئله المهمه جدا 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 اللي هو المينرالز. ده مهم very important minerals. 22 an instrument used to measure the wind speed. طبعا الانيمومتر. الويت اوف ذا اير above the certain area. ده من الحاجات المهمه جدا. طبعا الاتموسفيريك بريشر. اخر حاجه is the process that help living organisms to survive. خدناها في جريد 4 اللي هي الادابتيشن. الكومبليت نمبر 1 formation of fog is due to the condensation. مين اللي بيحصل له condensation؟ الووتر فيبر. يبقى نمبر 1 condensation ووتر فيبر. overuse of A and D يا مستر causes depletion of the soil. طبعا حاجتين يا مستر اللي هي pesticides والchemical fertilizers. Number 3 cold water has more density than the warm water so it moves under the warm water. يبقى density. Increasing the inclination الميل. لما يزيد الميلان of earth يا مستر surface increase the A process of soil. دي من الأسئلة المهمة اللي هي رقم 4. ده اللي بيزود الإيروجن. يبقى كل ما الانكلاينيشن بيزيد كل ما الإيروجن بيزيد. The form of evaporation. واحدة من أنواع الإيفابوريشن بيحدث في الليفز بتاع البلانت بنسميها transpiration. Number 6 water vapor comes out from plant. من أنهي جزء في البلانت؟ من الليفز بتاع البلانت. through من انهي يا مستر؟ في الليفز في حاجه اسمها ستوماتا. يبقى ليف وستوماتا. عشان نقلل ايه؟ to reduce ايه water pollution we have to keep green area and treat the space industrial water. عشان نكون بنقلل الووتر pollution لازم نعمل تريت للسوج. يبقى هنا water pollution وهنا طبعا سوج. sand soil allow water to flow faster while. طبعا الساند سويل بيخلي الووتر يحصل له فلو فاستر. لكن ايه اللي بيخلي الووتر يحصل له فلو سلولي؟ طبعا الكليميكال
كلي. السي ووتر لما تعمل ابزورب للهيت يا مستر طبعا بتبقى سلولي، الميه لما بتخسر هيت لما بتعمل ابزورب للهيت بتبقى سلولي، ولما تلوزه برضو بتبقى سلولي. during convection current مين اللي بتتحرك لفوق؟ طبعا الهوت، ومين اللي بينزل؟ طبعا الكولد. اللاند heats up space and cools down space compared to the water. طبعا عكس اللي فوق، الووتر كان سلو، السي ووتر لما كان بيخسر سلو، لكن اللاند لما بيسخن بيبقى فاستر، وكولز داون برضو فاستر. وين ووتر ليكويد تشينج انتو ووتر فيبور يا مستر، ساعتها بيجين ولا بيلوز؟ طبعا بيجين هيت. ده measure of how much water vapor in او is present in the air. طبعا ده الديفينيشن بتاع الهيوميديتي، وده من الديفينيشنز المهمه. بعد كده اني penguin has thick bladder with a dense feather يا مستر؟ طبعا الامبرور بنجوين. الانرجي اوف ذا sun causes that change of liquid water. طبعا الانرجي بتاعت الصن هتسبب ان التشينج اوف ليكويد ووتر انتو طبعا ووتر فيبور باي ايفابوريشن، يبقى ليكويد هتحول لووتر فيبور باي ايفابوريشن بسبب الانرجي بتاعت الصن. Some desert plants has او have thick leaves، يبقى عندها الليفز بتاعتها بتبقى thick مثلا عشان تعمل ستور للووتر، يبقى ليفز ووتر. الهيت ترانسفير باي كونفكشن، من خلال الكونفكشن طبعا بتبقى في الليكويد وفي الكاز. بعد كده 18 اخر واحده، the three main processes which are responsible for the movement of water through the water reservoirs on the earth. طبعا evaporation، بعد كده condensation، واخر process اللي هي البريسبتيشن. الكوريكت المينرالز ار ذا بيلدينج بلوك اوف. طبعا المينرالز البيلدينج بلوك اوف روكس يا مستر، يبقى نمبر 1 روكس. as a result of low temperature الووتر low temperature، ها الووتر return back into solid، يبقى في اللو تمبريتشر الووتر هيتحول ل solid. بعد كده نمبر 3 sand soil has gray color. طبعا اللي عندها gray color هي السلت. 4 erosion deposition and evaporation process help in formation of soil. طبعا هنشيل الايفابوريشن ونحط كلمه weathering. البيرمين كات doesn't have any hair. طبعا اللي ما عندهاش any hair طبعا السفنكس كات. نمبر 5 سفنكس. the amount of water vapor كميه الووتر فيبور اللي في الاتموسفير ده بنقول عليه air density، طبعا بنقول عليه humidity. the hurricanes الأعاصير are from the human activity. طبعا natural activity الهيومن ملوش دعوه بيها. the heat of the sun transfer through spaces to Earth's atmosphere by convection. لا طبعا الحراره بتاعت الصن بتيجي بسبب radiation، يبقى نمبر 9 سوري 8 radiation. نمبر 9 minerals لسه قايلينها، هي البيلدينج بلوك بتاعت الروكس. البيرمان كات عندها very fine hair. لا طبعا عندها long and silky hair. long and silky. the force that atmospheric air هو بتاعت الاتموسفيريك air exert on a certain area of the earth's surface. طبعا دي بنسميها الاتموسفيريك pressure. in the water cycle the process اللي بتيجي بعد الكوندنسيشن هي البريسيبيتيشن. الساند عندها دارك كلر. طبعا لا الكلي هي الكلي، يبقى نمبر 13 كلي. 14 the air become more dense top of mountain. طبعا قلنا في التوب كله لو يبقى low dense. 15 البيرمان كات لسه حالين واحده شبهها اللي هي الاسفنكس كات. الانيمومتر is used to measure the speed of precipitation. لا طبعا بيحسب السبيد اوف ويند. بعد كده 17 الامبرور بنجوين live in South African coast. طبعا غلط، الافريكان بنجوين. waterlogged soil contain large amount of، من اسمها يكون عندها large amount of water. الاي color is one of the environmental factors. طبعا الاي مستحيل تبقى environmental factors، طبعا الاي بتبقى genetic factors. يبقى رقم 19 genetic.
The hurricanes are from human activity قلنا قبل كده natural activity. البيرد migration is an example of structural adaptation. لا دي حاجة بيعملها behavioral adaptation. The least amount of rainfall on rainforest طبعا لا بتبقى desert biome. آخر سؤال due to the radiation current warm water moves above cold water لا طبعا بسبب الconvection current. السؤال اللي بعديه cross the outward condensation run off evaporation طبعا الكلمة مختلفة هي الران اوف عشان دولت الثلاث عمليات الأساسية لكن الران اوف دي steps. weathering balloon satellite thermometer airplanes طبعا الثرمومتر هو المختلف. snow hail rain ووتر فيبور. السنو والهيل والرين ووتر فيبور طبعا الووتر فيبور هي الكلمة المختلفة عشان كلهم دولة المطر يعني اللي بينزلوا في صورة البريسيبيتيشن. size of cat availability of water ولا السايز اوف كات ولا الافيلابيلتي اوف ووتر ولا البادي كولر اوف جزال اللي هي درجة غزال ولا اللينث اوف هيربس. طبعا الافيلابيلتي اوف ووتر هي دي الكلمة المختلفة. بعض الأسئلة مهمة mention one or two example. mention two example of water reservoirs طبعا الأوشن والسي وعندنا example تاني كتير زي الهيومن وزي الريفر وزي الليكس والحاجات دي كلها. give one example of factors that determine wind direction طبعا الروتيشن اوف ايرث وتاني واحدة كمية السن لايت اللي بتيجي للإيرث. migratory bird in Egypt example الميجراتوري بيرد هو الفالكونز أو الإيجل. structure adaptation في الأنيمال اللي بيعيش في الكولد كلايميت طبعا الفير بتاعه بيبقى thick fur. البيوتيك طبعا قلنا الهيومن والانيمال والبلانت. الابيوتيك هو السنلايت والاير والووتر. بعد كده من الاسئله المهمه وات از ذا يوزز اوف الانيموميتر طبعا بنستخدمه عشان نحسب الويند سبيد هتلاقي فوق في المراجعه. الثرمومتر ده بيستخدمه عشان نحسب التمبريتشر طبعا. الرين كيج ده بنستخدمه عشان نعرف الاماونت اوف رين في منطقه معينه ان سيرتن اريا. البارومتر ده بنستخدمه من الحاجات المهمه اللي بتيجي بنستخدمه عشان نعرف الاتموسفيريك بريشر. Answer the following question. Mention the two factors that leads to destruction of habitat يعني two factors بيدمروا يمثل البيئة طبعا الناتشرال تشينج والهيومن اكتيفيتي. state one result of sudden melting of snow and ice in certain area طبعا الحالة اللي هيوصل لها يعني بيحصل ايه لو فجأة حصل انصهار للسنو طبعا هيبقى الفلودنج. بعض الجيف ريزون طبعا هنلاقي هنا جيف ريزون كتير بس انا اقول لكم بعضهم وانتوا كده قروا التانيين تبقى موجوده في المذكره عشان الوقت بتاع المراجعه ما يكونش كبير عليكم. moving down of glaciers from the top of a mountain to its foot ليه بينزل الجليشر يمثل من فوق لتحت طبعا بسبب الجرافيتي. نمبر 2 الديزرت فارمنج فيس ميني ديفيكالت اللي وانا بزرع الديزرت يا مستر ليه بقابل بعض الصعوبات يا مستر طبعا عشان الديزرت كلايميت بيبقى هوت وكمان الاماونت اوف ووتر بيبقى سمول فمش بعرف ازرع حلو في الديزرت. lizard body الجسم بتاع الليزرد is covered with sandy colored scale عشان يعمل hide among rocks استخبى بين الصخور فيقدر يهرب من البريديتور ويقدر يستخبى من البري عشان ياكل. We should keep the green area لازم نحافظ على الجرين اريا مستر and reduce the amount of fertilizers ده عشان نقلل الووتر pollution to reduce water pollution او to decrease water pollution. السؤال اللي بعده drying up of the large salt lake in Turkey in summer season ليه يا مستر فصل الصيف يا مستر الليك اللي موجود في تركيا بتجف تماما طبعا بسبب زيادة الايفابوريشن due to increase in the evaporation process. السؤال اللي بعده water can flow fast through sand اشمعنى في الساند الووتر بيفلو فاست يا مستر عشان السايز البور سبيسز بين البارتيكلز بتبقى كبير يبقى because الساند سويل عندها large amount of pore spaces المسافات بتبقى كبيره between البارتيكلز. السؤال اللي بعده
desertification process increase recently، ودي من الاسئله اللي جت في التقييمات. دي دو deforestation بسبب الديفورستيشن والدراوت والاوفر grazing. some desert plant have long root، بعض البلانت اللي موجود في الديزرت الروت بتاعها بيبقى كبير يا مستر عشان يقدر يجيب الميه الجراوند ووتر اللي بتبقى عميقه to get the deep ground water. sandstorm have harmful effect on the human health. ليه الساندستورم عنده تأثير سلبي على صحة الإنسان؟ عشان ده بيعمل هارم للآي وللريسبيراتوري سيستم. 9 the effect of heat is low. تأثير الهيت بيبقى قليل في الاريا اللي هي بتبقى عند النورث اند ساوث اوف ايكويتر، عشان الشمس لما بتيجي تنزل مصر بتنزل سيمي انكلايند، فبالتالي الحراره بتبقى وورم. ممكن يجي سؤالين، ليه عند الايكويتر يا مستر بتبقى هوت؟ عند الايكويتر بتنزل بربنديكولار فالويذر بيبقى هوت، لكن عند التو بولز يا مستر بتبقى فيري كولد، عشان عند التو بولز الصن ري بتبقى فيري انكلايند فالتمبريتشر بتبقى فيري كولد. نمبر 10 سفنكس كات دونت هاف لونج هير، من الاسئله المهمه برضو اللي جت because it doesn't have the genetic factor for long hair، ما عندهاش الجين بتاع الشعر الطويل عشان كده ما عندهاش شعر. بعد كده سؤال نمبر 11 question نمبر 11 water can flow fast، لسه قايلينه مش هنقوله تاني. 12 drying up of large lake، دي برضو قلناها. 13 decomposers مهمة جدا جدا جدا. decomposers have an important role in formation of soil. ليه يا مستر؟ عشان الديكمبوزرز أول حاجة بتعمل recycle the remains of dead plant and animal into the chemical nutrients زي الكربون والنيتروجين والأكسجين which are released into the soil، طبعا عشان بتعيد تاني بقايا الكائنات الحية اللي هي بقايا النباتات والحيوانات بتحولها لكيميكال نيوترينز. زي مين الكيميكال نيوترينز ممكن يسأل عليها؟ الكربون والنيتروجين والأكسجين. importance of the humus for the soil وبلانت. ليه الهيومس يا مستر مهم؟ عشان ده بيزود الفيرتيليتي، الخصوبة بتاعت التربة، الخصوبة بتاعت التربة، فبالتالي بنقدر نزرع أحسن. and help the plant to grow. The plants in desert are adapted to survive in extreme condition because they have genetic factor. ليه بتقدر تتكيف؟ عشان عندها genetic factor. الجينيتك فاكتورز دي بتخليها تقدر تتكيف في درجات الحرارة أو الاكستريم كونديشن اللي هو الظروف الصعبة. The dangers of floating increase. خطر الفلوتنج الفيضانات بيزيد. ليه؟ لو الأرض فروزن يا مستر، عشان الفروزن جراوند مش بتقدر تمتص الووتر، فبالتالي الخطر بيزيد because the frozen ground can't absorb water. Falcon and eagles migrate to Egypt. ليه بيروحوا يعني بيهاجروا لإيجيبت؟ عشان في مصر يا مستر في الوينتر بيبقى عندها مودريت كلايميت كونديشن، الظروف بتبقى معتدلة. بعد كده البلانت manage to adapt to warm and dry climate. اهم حاجه تكتب يا مستر اللي هو عشان يعمل سرفايف. هو بيسالني ليه البلانت بيتكيف يا مستر مع الورم والدراي كلايميت؟ عشان يسرفايف، يقدر يعيش. ازاي بقى بيسرفايف يا مستر؟ من خلال يا مستر اللي هو عنده thick stem and leaves، يعني الستيم والليفز بتاعته بيبقى thick فبيقدر يعمل ستور للووتر. ساعات بيبقى عنده short and extended roots. كل دي الحاجات بتساعده اللي هو يقدر يتكيف عشان يقدر يعمل survive. 19 formation of fog in the early morning. ليه بيتكون طباق في الصبح يا مستر؟ due to condensation بسبب الكوندنسيشن بتاعت الووتر فيبور اللي موجود في الهواء. ووتر فيبور اللي موجود في الهواء بيحصل له كوندنسيشن فبيكون لي الفوج اللي هو الضباب. desert get very little rain because ليه يا مستر الديزرت get very little of rain due to the higher level of evaporation than the level of precipitation. عشان نسبة الايفابوريشن بتبقى أكبر من البريسيبيتيشن فبالتالي نسبة المياه بتبقى قليلة. الايس كريستال، كل دي حاجات من التقييمات. الايس كريستال اند ووتر دروبلتس ان كلاود فول باك اجين تو ذا ايرث، اللي بترجع تاني للايرث طبعا بسبب الجرافيتي فورس. كفايه لغايه جرافيتي فورس. نمبر 22
transpiration in plant جات برضه في التقييمات. transpiration in plant is a special type of evaporation. ليه special type of evaporation يا مستر؟ because البلانت، عشان البلانت بيتخلص get rid of excess water، بيتخلص من ميه زياده يا مستر in form of water vapor through stomata on plant leaves. بقى الاسئله كلها من الحاجات المهمه، بس اقول لكم سؤال 23 23 والباقي كله رو. about 10% of water vapor in air comes from plant يا مستر. طبعا due to transpiration process that happen by plant، بسبب عمليه الترانسبريشن بتحدث في البلانت، فعشان كده 10% من الووتر فيبور بيطلع من البلانت. خش بقى على الجيف ريزون. سوري احنا خلصنا نجيف ريزون، نخش على وات هابن. وات هابن اللي يحصل to the soil when the fertile agriculture land are converted. الارض الزراعيه بتتحول لفاكتوري. طبعا اللاند او السويل دي يحصل لها ديبليشن، اللي يحصل للاتموسفيريك بريشر as we go move up. لو طلعنا لفوق طبعا كل ما نطلع لفوق الاتموسفيريك بريشر والتمبريتشر والدنس الثلاثه بيحصل لهم ديجريز. What happened to the plant in an ecosystem if they receive too intense light؟ طبعا لما البلانت يستقبل حراره كبيره، ده سوري يعني ضوء كبير، ده بيعمل دامج للبارت بتاع البلانت وبيؤدي اللي هو بيحصل له drying or burning. الاسئله مهمه وجت في التقييمات برضه. to the water movement when heated in a pot. اللي يحصل لحركه الميه لما بسخنها في فوت يعني في اناء. الهوت ووتر موف اب، طبعا حاجات الهوت بتموف اب والكولد بيموف فول داون عشان الدينستي بتاعت الهوت بالديجريز، لكن الدينستي بتاعت الكولد بينكريز فبتنزل لتحت. What happened to the air temperature if there is no wind؟ الحاجات المهمه بتيجي كتير في امتحانات السنين اللي فاتت. اللي يحصل للاير تمبريتشر لو ما فيش ويند، طبعا المناطق اللي حوالين الاكويتر هتبقى اكستريملي هوت، هتبقى حر جدا. واللي عند البولز يا مستر التو بولز هتبقى كومبليتلي فريز، هتبقى متجمده جدا جدا. What happened to the density of air if it is warmed by the effect of solar energy؟ اللي يحصل للدنستي، طبعا الدنستي يحصل لها ديجريز. الدنستي يحصل لها ديجريز لما بتسخن بيديجريز وبيموف اب. What happened to the temperature all desert sand at night؟ اللي يحصل للتمبريتشر بتاعت الديزرت ساند بالليل يا مستر. طبعا التمبريتشر هيحصل لها ديجريز، درجه الحراره بتقل بالليل. What happens the genetic factors of Hurley's body trait is transferred from Sphinx cat parent to their offspring؟ لما يكون الجيناتيك تريت بتاع عدم وجود الشعر يتنقل من السفنكس البيرنت للاوف سبرينج، طبعا التريت بتاعت الهيرليز بادي هتظهر على الاوف سبرينج، تظهر على الابناء، فبالتالي هيبقى عندهم هيرليس اللي هم عندهم شعر يعني. What happened the water vapor in air condense؟ لو الووتر فيبور حصل له كوندنس في السكاي طبعا هيكون لي الكلاود. من الاسئله المهمه وبتيجي. ده اتموسفيريك بريشر، ده لسه قايلينه طبعا الاتموسفيريك بريشر هيحصل له ديجريز. 11 the weather if the sun ray fall very inclined. بما انها very inclined فالويذر هتبقى كولد، لكن لو قال لي سيمي انكلاين فالويذر هتبقى وورم، لكن لو بريبنديكولار فالويذر هتبقى فيري هوت. وات هابن ذا ووتر جينز هاير هيت انرجي؟ لما الووتر ياخد حراره كبيره مثلا طبعا هتحول لووتر فيبور، يبقى هتحول من ليكويد لجاز اللي هو من ووتر لووتر فيبور. وات هابن ا ليك از سبجكتد تو ذا فيري هوت تمبريتشر؟ لو انا عندي ليك اتعرضت لدرجه حراره كبيره طبعا الليفل بتاع الايفابوريشن هيزيد، نسبه الايفابوريشن هتزيد وساعتها هيسبب الدراوت الجفاف في المنطقه دي. The air cools and water vapor condense at the sky. طبعا the water vapor change into tiny droplets. الووتر فيبور بخار الميه هتتحول لتايني droplets طبعا، وهيكون لي في الاخر الكلاودز. قلت لكم دي من الاسئله المهمه. The amount of water vapor in the air increase. نسبه الووتر فيبور زادت، ده هيزود الهيوميديتي اللي هي الرطوبه. The humidity increase. طبعا الاير هيبقى هوت اند هيوميد، دي مهمه. هيكون يعني كل ما الووتر فيبور يزيد هيحصل هيوميديتي، او الهيوميديتي هيحصل لها انكريز. اخر سؤالين. ساند
and water at the night after they exposed، اللي يحصل للساند والووتر بالليل بعد ما بيتعرضوا للسان لايت. طبعا الساند هيبرد اسرع من الووتر، الساند كولز داون فاستر ذان الووتر، ودي كانت من اسئله التقييمات. اخر سؤال هنقوله مع بعض: the severe decreasing in temperature in the sky what happened يا مستر؟ ال precipitation will be in the form of snow which is known as snowfall. طبعا في شوية what happened تاني سهلين جدا، يبقى قروهم عشان وقت المراجعة بتاعته ما يطولش. زي ما قلت لكم المراجعة مهمة، احفظوا المين بوينت، الامتحانات هتيجي كتابة كتير، فأرجوكوا ذاكروا كويس بالورقة والقلم. ربنا معاكم وإن شاء الله تكونوا بتجيبوا درجات كويسة. طمنونا عليكم ومتنسوش دايما إن الساينس is fun for everyone. سلام.